أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. ابتداء من النهاردة إن شاء الله هرجع أكمل معاكم رواية سرداب فوريك بعد ما كنت اضطريت آسفة أوقفها فترة طويلة لحد ما أخلص روايتي التانية، رواية أميرتي، واللي عجبت ناس كتير جدا وكان التفاعل عليها حلو جدا. هقدم لكم النهاردة إن شاء الله الفصل ال11 من رواية سرداب فوريك. بس قبل ما أبدأ في الفصل بتاعنا حابة أشكر كل الناس اللي بيتابعوني من زمان وكانوا متابعين معايا رواية أميرتي وبيشجعوني ويدعموني دايما بكومنتاتهم الجميلة، وبشكر كل الناس اللي سابت لي آرائها في الرواية على الفيديو بتاع الفصل الأخير. كومنتاتكم كلها في قلبي بجد، وشكرا ليكوا على دعمكم الدايم ليا وإنكم بتتفاعلوا معايا وما بتخذلونيش أبدا. وبعتذر للناس اللي كانت متابعة معايا رواية سرداب فوريك وللأسف قطعتها عليهم. مش عاوزة أطول عليكم في المقدمة أكتر من كده، فيلا بينا نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا. بس حابة أقول لكم حاجة أخيرة قبل ما أبدأ في الفصل. لو ناسيين الأحداث اللي حصلت في الفصل العاشر فهيظهر قدامكم دلوقتي في علامة آي صغيرة في الشاشة من فوق، ممكن تضغطوا عليها وتروحوا تسمعوه الأول عشان تفهموا الدنيا ماشية ازاي، بعد كده تيجوا تكملوا معايا. وممكن تسمعوا الجزء الأخير بس من الفصل العاشر، بعد كده تيجوا تكملوا الفيديو ده. أما بقى لو لسه فاكرين الأحداث وفاكرين احنا وقفنا على ايه فتمام، انتوا مش هتحتاجوا تروحوا في حتة وكملوا معايا الفيديو للآخر. بس يا ريت قبل ما أكمل ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. بدأ خالد يدور على الكتاب بتاعه في المنطقة دي اللي هي المنطقة الجنوبية، واندهش لما افتكر كلام يامن عن إن زيكولا كبيرة، لأن مناطقها مش كبيرة زي ما كان افتكر من كلام يامن. هو بس محتاج حاجة تنقله من منطقة للتانية. كانت المنطقة الجنوبية فيها أراضي زراعية كتير، واللي خالد عدى عليها وشاف المساحات الشاسعة اللي مزروعة بالقمح ومحاصيل تانية، واندهش ازاي الحاجات دي مزروعة في الأراضي الصحراوية. بس افتكر حاجة مهمة جدا كان واخد باله منها من زمان، وهي شغل أهل زيكولا اللي بيخليهم يهدوا جبال عشان ما يدبحوش. وبدأ يسأل الناس عن الكتاب وعن الشخص اللي شبهه بس أكبر منه. بس زي ما توقع كل ما يسأل حد يلاقيه ما يعرفش حاجة وما يعرفش الكتاب اللي هو بيتكلم عنه أصلا. وفي كمان اتريقوا عليه لما لقوه بيسألهم عن الكتاب ده، بس هو ما استسلمش لليأس وكمل تدوير، وسأل اللي بيشتغلوا في الأراضي كمان عن الكتاب وعن صاحب الكتاب، بس هم كمان ما يعرفوش. لحد ما قعد تحت شجرة وطلع ورقة وقلم من حاجاته وكتب في الصفحة من فوق المنطقة الجنوبية. بعدين كتب تحتها واضح إن المنطقة الجنوبية هي كمان ما فيهاش الكتاب ولا صاحبه، وما فيش حد من أهلها يعرف حاجة عن سرداب فوريك. بس اللي أدهشني في المنطقة دي هو اهتمامها المميز بالزراعة وعدم اهتمامها بغيرها. هنا زي باقي مناطق زيكولا اللي شفتها الكل بيشتغل بجد وما بيضيعوش وقتهم. صنعوا من الصحراء تربة خصبة، وده اللي خلاني أعرف ليه زيكولا ما بتحتاجش تفتح بابها، لأنها بتعتمد على سكانها في كل حاجة وما بتعتمدش على البلاد التانية في أي حاجة. هنا المنطقة الجنوبية بتنتج المحاصيل الزراعية اللي تكفي زيكولا، والمنطقة الشمالية اللي أنا قاعد فيها بتتميز بالصناعة، وخاصة الصناعة اللي بتحتاجها زيكولا زي صناعة الطوب للمباني وصناعة الملابس وصناعات تانية. والمنطقة الغربية زي ما قال لي يامن فيها سوق كبير ممكن تشتري منه أي حاجة من صناعة وإنتاج أهل زيكولا. دول بيحققوا اكتفاء ذاتي في كل حاجة بسبب شغلهم وخوفهم من الفقر، وده اللي مخليهم يحسوا إن زيكولا أقوى بلد موجودة في العالم. وأعتقد إن معاهم حق، لأن قوتهم معناها عدم اعتمادهم على حد. ووقف كتابة لما لقى الست اللي أنقذ طفلها بتقرب منه، فاستغرب من كده لحد ما قربت منه وسألته: هل تبحث عن رجل طويل وعريض مثلك ولهجته غريبة أيضا مثلك ولكنه أكبر سنا؟ فقال لها خالد بلهفة: نعم، أنت تعرفيه؟ لقد ذكرتني اليوم بيوم مر منذ أعوام طويلة. كنت وقتها في 17 من عمري، وكنت أعمل بالمنطقة الشمالية، حتى قابلت رجلا يشبهك ولهجته مثل لهجتك، وزوجته كانت تختلف عن نساء زيكولا، وقدم إلي معروفا مثل ما فعلت اليوم وأقنعني بأن أعود للعمل هنا. يعني هو في المنطقة الشمالية؟
لا أدري أين هو الآن، لكنه كان هناك منذ 20 عاما. أتمنى أن تجده هناك. وابتسمت وكملت: حين انتهيت من إنقاذ ولدي تذكرته حين رأيتك، وبعدما غادرت أخبرني رجل بأنك تبحث عن رجل غريب به تلك الصفات، ولكنك سألت الكثير ولم تسألني أنا من خوفي على ابنك نسيت أسألك، بس أنت متأكدة من كلامك عن الراجل ده؟ أجل، إنني أتذكره جيدا. طب كان معاه كتاب بيتكلم عن سرداب فوريك؟ لا أدري، فقد قلت لك عما أعرفه، ولكن نصيحتي لك لا تضيع وقتك بالبحث هنا. هنا الجميع يعملون بالزراعة ولا يحبون الكتب أو القراءة، وأنا أعرف جميع سكان تلك المنطقة، ولا يوجد بينهم من يمتلك صفات الرجل الذي تقصده. أتمنى أن يكون هو من أخبرتك عنه. شكرا ليكي، أنا مش عارف أشكرك إزاي. لست أنا من يستحق الشكر. إن لم تفعل ما فعلته مع طفلي في الصباح، أعتقد أنني لم أكن لأترك ابني مريضا وأبحث عنك حتى أجدك لأخبرك بهذا. فابتسم خالد، بعدين استأذنها ومشي بسرعة عشان يروح على عربية أسيل، وبقى يجري من الفرحة عاوز يوصل لأسيل ويقول لها على الخبر والأمل اللي نور من جديد، لحد ما وصل للعربية وما لقاش أسيل فيها. فضل خالد مستني أسيل وقلبه حاسس إنه خلاص قرب يخرج من زيكولا، وبيفتكر كلام الست دي وبيبتسم، وبيفكر في الصدفة دي إن الست اللي تقوله على الخبر ده تكون الست اللي أنقذ ابنها من الموت. بعدين فكر في الراجل اللي شبهه ده ومراته زي ما قالت الست، وإنها مختلفة عن نساء زيكولا. هي دي مامته؟ يا ترى أحلامه هتتحقق وهيلاقيهم في زيكولا؟ حاسس إن كلام الست دي بيأكد توقعاته. بعدين رجع سأل نفسه، معقول هيلاقيهم بعد 20 سنة؟ ولا الحظ مش هيكون معاه المرة دي كمان؟ لحد ما لقى أسيل بتقرب منه وشايلة شنطتها، فجري عليها وخد منها الشنطة ومشي جنبها وهم رايحين للعربية، وقال بسعادة: أسيل، أنا لقيت أمل جديد. بعدين حكالها على اللي قالته له مامة الطفل، وخلص كلامه لما ركبوا العربية وسألها: إحنا هنروح المنطقة الشمالية إمتى؟ فسكتت أسيل شوية، بعدين بصت له قالت: أنا لا أذهب إلى المنطقة الشمالية. اندهش خالد وسأل أسيل على طول: لا تذهبي؟ ليه؟ سكتت أسيل تاني، بعدين بصت من شباك العربية اللي بدأت تتحرك وكأنها بتفتكر حاجة معينة. بعدين بصت تاني لخالد وقالت بصوت هادي: لقد أعطيت وعدا من قبل بألا أذهب إلى هناك. وعد؟ نعم. تذكر أنني أخبرتك بأنني دخلت إلى زيكولا بين الأسرى والعبيد حتى اشتراني رجل حكيم علمني الطب. هز خالد راسه بالإيجاب من غير ما يقول حاجة، وأسيل كملت: كان هذا الرجل يعاملني كابنته ويخشى علي من كل شيء، حتى أخبرته ذات يوم أنني سأذهب إلى المنطقة الشمالية كي أداوي أحد المرضى حين طلب مني أحد الأشخاص ذلك، ففوجئت به يرفض بقوة وطلب مني أن أعده بألا أذهب إلى هناك طيلة حياتي، فوعدته بذلك. طب وإيه السبب؟ حين سألته عن ذلك لم يقل لي سوى أنها أرض كسالى زيكولا، ولم يخبرني شيئا آخر حتى موته، وأنا ما زلت أحافظ على وعدي، وأنا على يقين أنه محق في ذلك. لم أجد في حياتي من يحبني قدره. سكت خالد باندهاش وظهر الحزن على وشه، وفضل إنه يفضل ساكت وكأنه بيفكر هيعمل إيه، لحد ما ابتسم وبص الأسيل اللي عينيها ما نزلتش من على نجوم السما. وأنا مش هكون سبب إنك تخلفي وعدك. أنا بشكرك على مساعدتك ليا الفترة اللي فاتت، وأكيد مش هطلب منك أكتر من كده. فردت أسيل بابتسامة هادية: هل ستذهب إلى هناك؟ أكيد، لازم أذهب. حسنا، أتمنى أن تجد كتابك هناك، ولكن إن لم تجده فعليك أن تعود إلي، أقصد إلى العمل معي على الفور. أين سأجد مساعدا في مهارتك؟ فضحك خالد وقال لها بهزار: لما أرجع مصر هشتغل دكتور. ضحكت أسيل وكمل خالد هزاره معاها، وكملوا كلامهم عن أرض زيكولا وعن الطفل اللي أنقذه من ضربة الشمس، والراجل المصاب اللي عياله ضربوه وخدوا أرضه، لحد ما وصلت العربية للبحيرة. فنزل خالد وسلم على أسيل، وأسيل سألته: متى ستذهب إلى المنطقة الشمالية؟ مش عارف، هحاول يكون في أقرب وقت. عليك أن تخبرني قبل أن تذهب،
وإن كتبت شيئا آخر عن أسيل النجم لابد لي أن أقرأه. بعدين أمرت سواق العربية إنه يتحرك، فضحك خالد. بعدين راح للشجرة اللي بيقعد جنبها دايما. فضل خالد يفكر كالعادة، بيفكر في اللي قالته له مامة الطفل وفي الراجل اللي شبهه، وبيفتكر الصورة اللي اداهاله جده يوم نزول السرداب وضاعت مع حاجاته هناك، صورة باباه ومامته. بيتخيل لو إنه رجع لبلده مرة تانية ومعاه باباه ومامته بعد السنين دي كلها، وبيبتسم لما بيتخيل فرحة جده بكده واللي ممكن تقتله. بعدين يرجع يفكر في أسيل والوعد اللي وعدته بإنها ما تروحش للمنطقة الشمالية، وكلامها بإنها أرض الكسالى. وبيسأل نفسه هو مستغرب إزاي بيعيش الكسالى في زيكولا، لحد ما غلبه النوم. عدى الليل بسرعة والشمس طلعت، وصحي خالد من النوم وقرر إنه يروح شغله مع يامن كالعادة. عاوز يعرف حاجات كتير عن المنطقة الشمالية، لحد ما وصل هناك واتضايق لما شاف الناس اللي بياخدوا منه وحدتين ذكاء كل يوم، فاداهم الوحدتين وكمل طريقه، لحد ما شاف يامن اللي سأله على طول: هل وجدت كتابك؟ للأسف لسه، بس في أمل إني ألاقيه. في امرأة قالت لي إنها قابلت راجل له نفس مواصفات صاحب الكتاب من 20 سنة. 20 سنة؟ وتريد أن تجده؟ هو صعب، بس لازم أتمسك بأي خيط يدلني على الكتاب، عشان كده لازم أروح المنطقة الشمالية. المنطقة الشمالية؟ أيوة. أنت وعدت حد أنت كمان إنك ما تروحش هناك ولا إيه؟ لا، لقد ذهبت إلى هناك مرة من قبل، أتمنى إن ذهبت إلى هناك أن تعود سريعا. فزادت الحيرة على وش خالد. هو إيه اللي هناك؟ فقعد يامن وخالد هو كمان قعد جنبه. أهل زيكولا يعلمون أن تلك المنطقة تختلف كثيرا عن باقي مناطق زيكولا. إزاي يعني؟ سأخبرك. أرض زيكولا هي أرض العمل، والجميع هنا يعملون ويكسبون أجورهم مقابل عملهم. أما تلك المنطقة فإنها تجمع كسالى زيكولا، ولهذا ستجد صعوبة حين تذهب إلى هناك. عليك أن تسأل كل شخص، لأن الكثيرين منهم لا يعرفون بعضهم. وخد نفس عميق وطلعه وكمل كلامه: إنهم لا يعملون مثلنا، إنهم يكسبون أجورهم بأعمال أخرى. ستجد أهلها فئتين: الفئة الأولى من الأثرياء الكسالى الذين ورثوا الكثير من الذكاء، الكثير من الثروة التي تجعلهم يعيشون أثرياء وينفقون ببذخ حتى يموتون. وفئة أخرى فقراء يخشون الذبح ولا يريدون أن يعملوا عملا شاقا، فوجدوا طرقا أخرى يجنون بها ثروتهم. هل ترى هؤلاء؟ أشاور على اللي بياخدوا منهم وحدات مقابل حمايتهم. أيوة، إنهم من المنطقة الشمالية التي تريد أن تذهب إليها. هم يعيشون هناك هكذا، فضلوا أن يستغلوا قوتهم في كسب ثروتهم، فانتشروا في باقي أراضي زيكولا. أما النساء هناك فآثرن استغلال جمالهن. بعدين سكت شوية وبص لخالد وكمل: أنت تعلم كيف تجني امرأة ثروة من جمالها دون تعب، وخاصة أن هناك الكثيرين من الأثرياء الكسالى. إنها أرض الرذيلة يا صديقي. سكت خالد لما سمع اللي قاله يامن، بعدين ابتسم لما افتكر وعد أسيل وإنها معاها حق في كده. بعدين زادت ضربات قلبه لما افتكر إن صاحب الكتاب باباه ممكن يكون في المنطقة دي، لحد ما قطع تفكيره صوت يامن: إنها بعيدة عن هنا كثيرا، فكيف ستذهب إلى هناك؟ أم أن الطبيبة أسيل ستساعدك؟ لا، أسيل ساعدتني بما فيه الكفاية. قل لي يا يامن، منين أقدر أستأجر حصان قوي لمدة 3 أيام؟ 3 أيام قد تكلفك قرابة 50 وحدة. مش مهم، أنا هقدر أعوضهم بعد كده. أنا قررت إني هروح بكرة المنطقة الشمالية، عاوز أستغل كل يوم هنا في زيكولا. حسنا، دعني أوفر لك حصانا قويا، وسأرشدك نحو الطريق إلى المنطقة الشمالية، وأتمنى أن تجد كتابك هناك. بعدين شال الفاس بتاعه وقال لخالد: هيا، علينا أن نعمل اليوم كثيرا بعدما أضعنا الكثير من الوقت في الحديث. في صباح اليوم التاني راح يامن على شط البحيرة ومعاه الحصان القوي اللي وعد خالد بيه، لحد ما لقاه هناك. فابتسم خالد لما شافه ومعاه الحصان وشكره كتير جدا على كده. بعدين خد حاجاته وحضن يامن وضحك: هشوفك قريب. أرجو أن تعيد الحصان صحيحا، إنني أتحمل مسؤوليته حتى تعود. لو علم صاحبه أنك ستذهب إلى المنطقة الشمالية لما أعطاني حمارا. فضحك خالد. بعدين ركب الحصان وكان لسه هيأمره إنه يتحرك، بس يامن قال له: انتظر.
بعدين طلع ورقة بيضة مرسوم عليها شوية خطوط سودة. تلك خطوط بدائية رسمتها للطريق نحو المنطقة الشمالية. بعدين شاور على خط أسود طويل خارج من مربع هو رسمه. هذا المربع هو منطقتنا، وهذا الخط هو الطريق الذي ستسلكه حين تخرج من هنا حتى تصل إلى تلك المنطقة. فابتسم خالد وخد منه الورقة وحطها مع حاجاته. أشكرك يا آمن، بجد أشكرك يا صديقي. بعدها أمر خالد حصانه إنه يتحرك، وبدأ يتحرك ببطء لحد ما سرع شوية بشوية في طريقه لبيت أسيل. وكان لسه هيوصل بيتها، بس شاف العربية بتاعتها بتتحرك وبتبعد عنه، فسرع بالحصان بتاعه للعربة وبقى يمشي جنبها، وضحك لما لقاها قاعدة في العربة وسرحانة ومش شايفاه. ففضل ماشي جنبها من غير ما يتكلم لحد ما بصت جنبها من الشباك ولقيته ماشي جنبها على حصانه. فضحكت وقالت له: منذ متى تسير بجوارنا؟ من بدري. يا ترى بتفكري في ايه؟ لا شيء، إنني أشرد مع نفسي كثيرا. بعدين بصت للحصان بتاعه. هل اشتريت حصانا؟ لا، أنا أجرته، وزي ما وعدتك إني أشوفك قبل ما أروح هناك، أنا قدامك أهو. هل ستذهب إلى المنطقة الشمالية الآن؟ أيوة. فسكتت أسيل شوية، بعدين سألته بهدوء: خالد، هل ستعود إلى هنا إن وجدت كتابك أو أباك؟ أكيد لازم أرجع، ده يامن هيقتلني لو مرجعتش الحصان. ضحكت أسيل وضحك خالد، وكملوا مشيهم في طريق زيكولا، وخالد على حصانه ماشي جنب العربة، وأسيل قاعدة جنب الشباك زي اللي قاعدة جنب شباك أوضتها، لحد ما وصلوا لأطراف المنطقة الشرقية. فقالت أسيل بعد ما شاورت على طريق ممهد: هذا الطريق يقودك إلى المنطقة الشمالية. فابتسم خالد وبصلها: أتمنى أني ألاقي الكتاب وأرجع لهنا في أسرع وقت. بعدين أمر حصانه إنه ينطلق ناحية الطريق، وأسيل بتبصله وعربيتها رايحة في طريق تاني، وبتبتسم لما بتبص على شعر خالد وهو بيطير من الهوا، وجسمه القوي وهو راكب الحصان بالبراعة دي وكأنه اتولد فارس، لحد ما اختفى عن نظرها. فغمضت عينيها واتمنت إنه يحقق اللي نفسه فيه. أما خالد فكمل في طريقه ناحية المنطقة الشمالية، عاوز يوصل هناك في وقت قليل، وعمال يحفز الحصان بتاعه إنه يسرع. بعدين بيطلع الورقة اللي اداهاله يامن وبيبص فيها وفي الخطوط ويكمل مشيه تاني. وكل ما يحس بتعب بيقف يرتاح شوية ويوقف الحصان بتاعه ويشرب شوية مية، بعدين يكمل في طريقه للمنطقة الشمالية. وبكده يكون الفصل بتاعنا النهاردة خلص. أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا. عاوزاكوا بقى تكتبولي في الكومنتات، تفتكروا خالد هيلاقي باباه ومامته في المنطقة الشمالية ولا لأ؟ وبس كده، ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله.